تعرف إن الإسكندر الأكبر غزا نص العالم، بس في مكان واحد كسره. والإمبراطورية البريطانية حكمت ربع الكوكب، بس في مكان واحد هزمها 3 مرات. في سبب بيخلي التاريخ يسمي أفغانستان مقبرة الإمبراطوريات. على مدار أكتر من 2000 سنة، كل قوة عظمى دخلت الأرض دي اتعلمت نفس الدرس القاسي. السر المرعب في الأرض دي مش إنها مقفولة، بالعكس، الدخول لأفغانستان مغري جدا. خريطة توهمك بالضعف، تضاريس بتناديك تفرد عضلاتك، وباب مفتوح بيستدرج أي قوة عظمى عشان تخش كفاتح مغرور. بس بمجرد ما رجلك تخطي جوه، الباب بيتقفل وراك. الجبال بتتحول لحواجز، والوديان تبقى كمائن، فتكتشف فجأة إنك ما دخلتش دولة، إنت نزلت مقبرة. الإسكندر الأكبر، المغول، بريطانيا العظمى، كلهم دخلوا بسهولة، بس الخروج كان تمنه كرامة التاج، والهروب في نص الليل. في 1979 الاتحاد السوفيتي دخل في أيام، بس عشان يخرج قعد 10 سنين بينزف، وخرج بهزيمة كانت آخر مسمار في نعش الاتحاد السوفيتي. وبعدين جت أمريكا، دخلت في أسابيع بتكنولوجيا ملهاش مثيل، وبعد 20 سنة وتريليونات الدولارات، الخروج كان مشهد يائس على ممرات مطار كابول. الحقيقة اللي كل إمبراطورية بتدفع تمنها دم، إن أفغانستان فخ بيبتلع الجيوش. مقاتلين مش محتاجين ينتصروا، هم بس محتاجين يعيشوا أطول منك. عندهم مبدأ مرعب بيقول: أنتم تمتلكون الساعات ونحن نمتلك الوقت. السر اللي كل إمبراطورية تنساه: أفغانستان مش دولة بتدخل تحتلها، دي طبيعة بتبتلع الجيوش. جبال ما بترحمش، وولاء للقبيلة أقوى من أي قومية. الدخول ليها نزهة للغرور، بس الخروج منها بيكلفك إمبراطوريتك. أفغانستان هي المقبرة المفتوحة، المكان اللي بتروحه القوى العظمى عشان تتعلم العفة.